بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إسلام صادق ما طلعش صادق. والله العظيم يا جماعة، إسلام صادق ما طلعش صادق وما طلعش اسم على ما يسمى. يعني سبحان الله، طول عمري أعرف إن الاسم دايما بيبقى على ما يسمى. يعني أي حد بيبقى اسمه كذا بيقول لك بياخد جزء من إيه، من اسمه. يعني في صفة فيه بتبقى من اسمه، بس للأسف ده بقى إيه، ما حصلش عنده. يعني ليه بقى؟ لأن البرنس دوت ببص النهارده لقيته، اتفاجئت ببوست كده طويل قوي وعريض قوي، وقعد بقى يتكلم عن تاريخه وعن انجازاته، وانا مش عارف من سنه كام كنت بعمل ايه واشتغلت فين وسافرت فين ورحت بقى لي اكتر من 20 سنه. وطبعا من مؤسسين قناه النادي الاهلي، وللاسف دي يعني حقيقه ان هو كان فعلا موجود في قناه النادي الاهلي. بس ده برضو من ضمن الحاجات اللي تبين لك ان الحمد لله فتره الباشمهندس محمود طاهر المحترم، لان طبعا بحترم شخصه، ان ده كانت فتره مش كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. لان كان فعلا في زملكاويه كتير قوي موجودين في القناه وموجودين في النادي، بسبب طبعا صاحبه والانتيم وحاجات مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي ونخوض فيها دلوقتي. المهم كابتن اسلام صادق بيقول ايه؟ بيقول لك بقى انا على مدار ال 20 سنه دولت عملت لقاءات مش عارف مع لعيبه مين، وسافرت فين، وحضرت بطولات ايه ومش عارف ايه. المهم يوهمك يعني ان هو عمل كل حاجه في الايه، فاهم، في الصحافه وفي الاعلام، علشان خاطر يرسخ فكره موجوده عند ناس كتير قوي موجوده عندنا هنا في مصر، اللي هي ايه؟ يقول لك في مدار ال 20 سنه دول حصل مؤامرات على نادي الزمالك مش طبيعيه، ومفيش نادي في العالم كله حصل ربعها. فانا بصراحه دماغي عملت ايرور. مؤامرات على مين؟ والله العظيم بجد. هو مبدئيا عايز اتكلم بس اقول نقطتين سريعه قبل ما ارد عليه. النقطه الاولى، هات والله العظيم بجد اي حد في حياتك انت عارفه وواثق فيه، يعني انت عارف الشخص ده كويس قوي وعارف حياته وعارف هو بيتعامل ازاي وبيشتغل ايه وبيروح فين وبيجي منين، واساله هو يكون فاشل، واساله بس قول له انت فاشل ليه، او انت فشلت ليه في حياتك عموما. هتبص هتلاقيه يتكلم عن كل حاجه ما عدا نفسه، كل حاجه ما عدا نفسه. يعني هيقول لك اصل مش عارف مين ظلمني في الشغل، وابويا مش عارف كان بيعمل معايا ايه، واخواتي مش عارف عملوا معايا ايه، وولاد عمي خدوا ورثي، وابن خالتي مش عارف راح كلم مش عارف ايه، راح اتجوز الواحده اللي انا بحبها. هتبص تلاقيه يتكلم معاك في حاجات كتير قوي بعيد عنه هو، ان هو مثلا فاشل عشان خاطر ان هو مثلا سيء في كذا او سيء في كذا او سيء في كذا. فدايما دي عقيده عند الناس اللي هي اللي بتبقى دايما فاشله. دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في الايه، في البدايه. يا كابتن اسلام، يا كابتن اسلام، صدقني والله العظيم، هو لو في مؤامره فعلا على نادي الزمالك، لو في مؤامره فعلا، يعني لو الواحد يقر كده بمؤامره، هتبقى المؤامره كلها موجوده منهم فيهم، يعني منكم فيكم جواكم. ده اول حاجه. تمام؟ ليه؟ لان المفروض ان كل الحوارات اللي بتحصل، يعني نيجي مثلا نرجع للتاريخ، احب دايما ارجع انا للتاريخ، معلش، من ايام بقى حيدر باشا. من ايام حيدر باشا لما كان بيحبس اللعيبه بشهاده طبعا كابتن حفني بسطان اللاعب الزملكاوي الشهير، وقال ان هو كان بيحبسهم في السجون الحربيه عشان خاطر يروحوا وقت الانتقالات نادي الزمالك. والحكام بتوع زمان واللي كانوا مسؤولين عن الكوره، وكابتن لطيف اللي كان بيذاع في الراديو وكان يوهمك انه ريال مدريد كان بيلعب في الملعب. كل الحاجات دي ساعدت على الشعبيه. ما اصل هو بيقول لك ايه، النادي الوحيد اللي بقاله 20 سنه بيحصل عليه مؤامرات ومع ذلك الشعبيه بتاعته بتزيد وبياخد بطولات. هو اولا انا ما شفتش بطولات. انت لو عايز تقنعني ان في اخر 20 سنه تاخد 3 دوري على بتاع 4 5 كاس على واحده مثلا سوبر افريقيا على واحده كونفدراليه، دي بطولات في خلال 20 سنه، فانا بصراحه مفهوم البطولات عندي مختلف خالص. يعني مش عارف بصراحه، يعني انت فاهمها ازاي بطولات؟ ولو هنتكلم على الشعبيه، فاظن برضو يعني في الواقع وفي المواقع اظن الناس كلها فاكره وعارفه الاحداث، وعارفه التصويت بتاع لاعب الجوله ايه اللي بيحصل، وعارفه في المدرجات ايه اللي بيحصل. وعلى مدار ال 20 سنه اللي فاتت لما نيجي نتكلم، لما كان في مسموح بالجماهير بساعه الاستاد كامله، اظن كنت بتشوف مين اللي كان بيملى الاستاد فعلا ومين اللي كان بيحط قماش. فالموضوع غريب بالنسبه لي بس معلنا من النقطه دي، مش دي برضو المهمه بالنسبه لي. النقطه بالنسبه لي اللي كلمه المؤامرات. فالمؤامرات يا حبيبي، انت لما تيجي تتكلم على 20 سنه حصل حاجات فعلا صعبه جدا مع نادي الزمالك، انا متقبل ده، بس الحاجات دي مين اللي عملها؟ مين اللي خلقها؟ مين اللي بدعها؟ هتبص تلاقي كابتن ممدوح عباس كان رافع قضيه على كابتن مرتضى منصور. كابتن مرتضى منصور خسر القضيه، قام خارج، قام جه كابتن ممدوح عباس، بعد ما جه كابتن ممدوح عباس قام كابتن مرتضى منصور رفع عليه قضيه، يخسر وده يجي، ويفضلوا هم عمالين يلعبوا مع بعض. احنا مالنا؟ العالم ماله؟ المؤامره الكونيه دي مالها؟ جت منين؟ انتوا مشاكلكم كلها في بعضكم، احنا ملناش فيه.
ده انتوا بالعكس، ده انتوا بيبقى عندكم المشاكل وبتخلقوا لنفسكم المشاكل، ومع ذلك بنسمع كميه صياح مش طبيعيه وتتهموا الناس كلها والعالم كله. وتبص تلاقي طبعا واحد زي كابتن مثلا جنايني، ده كان ايه اللي كان ماسك اللجنه المؤقته للاتحاد، وطبعا سياده الوزير اشرف صبحي، وطبعا سياده الوزير بتاع النقل اللي كان مخصص لكم قطورات عشان خاطر تروح لحد اسوان عشان ما عندكش شعبيه في اسوان، اللي انت برضه من ضمن الحاجات بتقول لي الشعبيه والبطولات. فالحاجات دي بجد ما تضحكوش على نفسكم، ما تضحكوش على نفسكم. طب هنتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه؟ هنتكلم على الفار وعلى كابتن عصام عبد الفتاح وروح البروتوكول واللي مش عارف الاحتواء بتاع كابتن محمد عادل، ولا نتكلم على الاتهامات اللي انتوا اتهمتوها لجلاتنبرج، الراجل اللي ولا يعرفني ولا يعرفك وجاي عايز يعمل حاجه كويسه للكره المصريه، وانت قعدت تهدده وتطفش فيه لحد ما طفش، وانت كنت فضلت اللي رحت المركز السادس مع لجنه الحكام طبعا لما كان هو رئيسها كلاتنبرج. انتوا عايزين ايه؟ والله العظيم بجد انتوا في ايه؟ هو ليه كده؟ ليه دايما كده؟ يا عم والله العظيم انت لو عملت البدع ويقنعك بايه بقى؟ يقول لك اصل لو الزمالك ما بيحصلش معاه الحاجات ديت ما فيش حد يعرف يحصله. يا عم صل على النبي في قلبك، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. طبعا كامل التقدير والاحترام والله لنادي الزمالك نفسه ككيان والجمهور المحترم منهم، لكن بجد والله العظيم الكلام اللي بيتقال ده كله ضحك، كله ضحك، ما ينفعش يتقال اصلا من حد طبيعي. او هم دايما عندهم العقده دي او عندهم المشكله دي، ان هو دايما عايز يوصل لك ويخلي مثلا الحاجه اللي مسيطره على دماغه ان لولا المؤامرات كان الزمالك بقى كان بقى ايه. طب ماشي، طب هو ما بقاش، هو في مؤامرات ما بقاش، فانت ليه برضه مصمم ان هو لو بقى يعني وبرضه من ضمن الحاجات نفس الفكره، هم عايزين دايما يوصلوا لك للنقطه دي. برضه طلعوا كلام على طبعا الكابتن الراحل محمود الجوهري رحمه الله عليه، ان هو قال ايه؟ قال ان اعطوا الزمالك العداله التحكيميه ودعوا الباقي يتنافس على المركز الثاني. يعني كلام كله هم عايزين يقولوه، هم من جواهم بيقولوه، فعايزينك انت تقوله غصب عنك. فانا هقوله على لسان كابتن الجوهري مثلا، واتحدى اي حد زملكاوي اتحداه ان هو يجيب لي التصريح دوت لكابتن محمود الجوهري، سواء في جورنال، سواء في تلفزيون، سواء في اي حته، اي حته. هو ما قالش كده، وهم دايما عايزين يقولوا كده وعايزين يقولوك كده. فكابتن الاسلام يا صادق، عيب، عيب. مش كل ما حاجه تحصل فحد يبقى عايز بقى ايه يركب الترند، وعايز مثلا الناس كلها تتكلم عنه، وعايز دعم من جمهور الزمالك فيطلع يقول الكلمتين اللي بيريحوهم للاسف، لان طبعا في منهم ناس محترمه على عيني وعلى راسي، بس الباقي بيفرح بالحاجات دي. ليه؟ لانه مش عارف يتكلم مثلا مع حد هيلاقيه في بطولات ولا في شعبيه ولا في مش عارف ايه، فيتكلم معاه في الحاجات دي دايما. المؤامرات 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 المؤامرات. طب انا والله العظيم بجد انا عايزك تتخيل بس معايا، والله العظيم الموضوع ده عايزك تتخيل معايا ان مثلا الزمالك ده كان بيلعب نهائي بطوله قاريه، وجه جواب للاتحاد المصري عشان خاطر انه مصر تستضيف النهائي، تمام، والاتحاد دوت مثلا مخبي الخطاب زي ما حصل مع الاهلي. انت اديني عقلك قول لي ايه اللي ممكن يحصل لما الاهلي هو اللي بيتدلع، هو اللي مش عارف ايه. ولا هات لي الموقف اللي هو بتاع برضه الكاف لما الاهلي كان بيلعب كاس العالم للانديه في نفس توقيت بطوله الامم الافريقيه، وبرضه الكاف سابه كده غريق لوحده وقال لك خلاص مش عارفين نعمل حاجه، رغم ان البطوله دي لو كانت اي تانية، اوروبيه، اسيويه، اي حاجه تانية غير بطوله افريقيا، ما كانش اي اتحاد محترم كان وافق ان فرقه من عنده تلعب بطوله قاريه زي كاس العالم للانديه من غير اللعبات الدوليه بتاعتها. الحاجات دي لو حصلت معاكم انتوا هتعملوا ايه؟ وبعدين هو مين العدو بتاعك اصلا؟ يعني لما نيجي نتكلم والله العظيم بجد، مين العدو؟ هو اللي بيعمل لك مؤامرات ده مين؟ رئيس الاتحاد الزملكاوي اللي هو جمال علام، ولا اشرف صبحي الرئيس اللي هو بتاع الوزير اللي هو الزملكاوي، ولا مين؟ ما هو كلهم زملكاويه. مين بقى اللي هيعمل عليكم امره؟ هو المنطق يقول مين اللي معاديكم؟ مين اللي نفسه ان انتوا ما تكسبوش، ولا نفسه ان انتوا تخسروا، ولا نفسه ان انتوا مش عارف ايه؟ مين هو؟ الاعلام ثلاث ارباعه دلوقتي زملكاوي. ثلاث ارباع مين؟ والله العظيم اكتر من ثلاث ارباع، والله اكتر من ثلاث ارباع. تقريبا الوحيد اللي موجود اهلاوي على الساحه كلها دلوقتي كابتن احمد شوبير، وبيتشتم وبيتهان وبيتغلط فيه وبيتعامل معاه كل حاجه عشان عايز يخفي هو كمان. تتفق او تختلف مع كابتن احمد شوبير مش دي القضيه، بس انا بكلمك على الشكل العام. مين اهلاوي موجود في الاعلام؟ هتبص تلاقيهم اتنين تلاته بالكتير، وهم بقول لك هو كابتن احمد شوبير الوحيد اللي له صوت. الباقيين كلهم مع كامل احترامي ليهم بيحاولوا يدادوا ويظبطوا ويمشوا امورهم عشان الدنيا تمشي وتعيش. زي ما مواقف كتير حصلت برضه في موقف في اون تايم سبورتس، لما كان حد يبقى ضيف موجود ويقول لك ده احنا ساعه ماتش الزمالك بنبص نلاقي الناس كلها بتهيص، وساعه ماتش الاهلي بنلاقي الدنيا كلها هاديه. حاجات كتير موجوده. انا نفسي اعرف مين اللي بيحاربك، وهيحاربك ليه، وعشان خاطر ايه؟ انت يا ابني اللي بتحارب نفسك، انت اللي ما عندكش استقرار. هو لما يبقى مثلا في مشكله عندك وحد يرفع على حد قضيه زي مثلا كابتن ممدوح عباس او كابتن مرتضى منصور، لما يرفعوا على بعض قواضي كده يبقى في حد من بره
ده بالعكس، ده لما بيحصل بقى عندك اللي هو عدم الاستقرار دوت، الدوله بتساندك وبتدعمك وبتطاطا عليه وبتطيب خاطرك وبتديك بطولات، زي كابتن فرج عامر لما فضحكم في ماتش سموحه، لما قال لك اصل سياده المستشار ثروت سويلم لما قال لفرج عامر اصل سياده المستشار عايز بطوله وعايز حكام مصريين. حاجات ما بتحصلش والله العظيم مع اي حد في العالم. الناس دي بتحارب ازاي؟ الكود اللي بيتعمل في شهر 2 دوت، الناس دي بتحارب ازاي؟ واحد هيقول لك مش عارف الكود دوت مش عارف ايه، حصلت قبل كده برضو معاكم. برضو كان احمد سمير فرج اتأيد في شهر 3 ولا 4، شهر 3 او 4، كان تقريبا شهر 3. ليه؟ عشان خاطر كابتن احمد حسن كان متأيد ساعتها في القايمه وكان عايز يعتزل، فعوضوه جابوا لهم احمد سمير فرج ايدوه مكانه. انتوا بتهرجوا يا جماعه، والله العظيم بجد بتهرجوا. قول يا عم كلام منطقي، كلام يعقل. مين اللي بيحاربك؟ قول لي مين اللي بيحاربك دوت. ده انت عندك رئيس لجنه الحكام استقال، عندك رئيس لجنه الانضباط استقال بسببك، بسبب النادي بتاعك. عندك بتاع التراخيص، رئيس لجنه التراخيص استقال عشان خاطر حضرتك كل سنه بتأيد من ايام عمرو الجنايني، عمال تزود تأيد في اللعيبه وانت ما بتدفعش اي حاجه من المديونيه. انت النادي الوحيد اللي عنده اكتر من 70 مليون جنيه. انت بتأيد ازاي وبتاخد رخصه ازاي ان انت تروح تلعب في افريقيا اصلا؟ مين يا ابني اللي بيحاربك؟ قول لي فهمني والله العظيم بجد. لما بيحصل معاك كل الدعم دوت وفي الاخر بتتحارب، بتحارب فين؟ ده بيجيبوا لك قطوره وبيجيبوا لك اتوبيسات وبيجيبوا لك سندوتشات وبيعملوا لك كل حاجه، كل حاجه ممكنه ومش ممكنه. الحكام ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كميه بلاوي وحاجات والله العظيم ما تعقل. روح بروتوكول ومش عارف واحتواء وضربات جزاء. من ساعه ما كلاتنبرج كان مسك بقول لك فين ضربات الجزاء؟ راحت فين؟ اختفت لحد ما الراجل مشي، اختفت ضربات الجزاء. مجرد ما الراجل مشي جه على طول كابتن ابراهيم نور الدين عمل الواجب وما حسبش ضربه جزاء اللي اسمها، حاسب لك انت ضربه جزاء. طبعا حاجات كلها من وحي الخيال. عيب عيب. المفروض ان ده واحد اعلامي موجود ان هو بيطلع يتكلم اللي هو طبعا على مسافه واحده من الجميع. انا والله العظيم ما عدتش عارف اقول ايه، اقسم بالله ما عدت عارف اقول ايه تاني، بس يعني اهو هنقول ايه. ربنا يهدي، ربنا يهدي.